كلنا سألنا نفسنا السؤال ده في وقت من الأوقات. إزاي في ناس بتحول أفكارها لمشاريع حقيقية بسرعة خيالية، في حين إن أفكارنا ممكن تفضل محبوسة في الدرج شهور ويمكن سنين؟ في الشرح ده هنكشف مع بعض إيه هو السر الحقيقي ورا القدرة دي؟ لما بنشوف تطبيق جديد أو مشروع تقني ظهر فجأة في كم أسبوع بس، أول حاجة بتيجي في بالنا إيه؟ غالباً بنفترض أنه وراهم فريق جبار أو أنه الشخص ده عبقري بشكل مش طبيعي. بس هل دي هي الحقيقة فعلاً؟ ولا في سر تاني مستخبي؟ وهنا بقى تبدأ الحكاية كلها. الإجابات السريعة اللي كلنا بنفكر فيها زي الموهبة الخارقة أو الدراسة الأكاديمية الصعبة دي في الواقع مجرد قشور. الحقيقة أبسط من كده بكتير، والأهم من كل ده إنها ممكنة لأي حد. طيب خلونا نبدأ نفكك الخرافة دي. حان الوقت نشوف إيه اللي ورا فكرة إن التنفيذ السريع ده حكر على مجموعة صغيرة من العباقرة أو اللي معاهم شهادات كبيرة وبس. اللي اكتشفناه إن المعتقدات دي مع إنها منتشرة جداً إلا إنها مش صحيحة خالص. صورة العبقري اللي قافل على نفسه وبيكتب أكواد معقدة طول الليل دي حالة نادرة، مش هي القاعدة أبداً. النجاح في التنفيذ السريع مش ميزة خاصة بحد، لأ، هو نتيجة لحاجة تانية خالص، حاجة أهم وأقوى بكتير. وهنا بقى النقطة اللي بتغير كل حاجة. طيب لو الموضوع مش موهبة ربنا خلقنا بيها، يبقى إيه هو؟ وإيه اللي أي حد عنده فكرة حلوة ممكن يتعلمه ويطبقه عشان يوصل لنفس النتائج الخرافية دي؟ شوفوا المقارنة الواضحة دي. التغيير اللي محتاج يحصل في طريقة تفكيرنا هو إننا نتحور من هوس فكرة الموهبة اللي ما بتتكسب للتركيز على بناء منهجية نقدر نتعلمها ونتقنها. يعني الموضوع مش متعلق الشخص اتولد بإيه، لا، الموضوع متعلق بالخطوات المنظمة اللي بيمشي عليها. وهنا بنوصل لقلب الموضوع كله. السر الحقيقي، القوة السحرية اللي بتحول الأفكار من مجرد كلام في الهوا لحاجة حقيقية وملموسة، هي المنهجية. الطريقة المنظمة اللي بنتعامل بيها مع الفكرة هي كل حاجة، حرفياً كل حاجة. الجملة دي بتلخص الحكاية كلها. تخيلوا كده، ممكن يكون في شخصين عندهم نفس الفكرة العبقرية بالضبط، بس مين اللي هينجح؟ الشخص اللي عنده نظام واضح وفعال عشان يطبق الفكرة دي، هو ده اللي هيوصل الأول. التطبيق اللي ماشي على نظام هو اللي بيفرق بجد. طيب إيه المقصود بالمنهجية الذكية دي؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. فكروا فيها كده، لو حد بيبني بيت، هل هيبدأ يحط الطوب على بعضه وخلاص؟ أكيد لأ، هيبدأ الأول بالرسم الهندسي، بعدين الأساسات، وبعدين الحيطان. هي دي بالظبط المنهجية الذكية، خريطة طريق واضحة بتحول أي فوضى لنظام مرتب. والمنهجية الفعالة دي بتتقسم ل3 أعمدة أساسية. أول حاجة تنظيم الفكرة، يعني نمسك الفكرة الكبيرة دي ونكسرها لحاجات صغيرة ومهام واضحة نقدر نتعامل معاها. تاني حاجة تخطيط المشروع، وده معناه نحدد إيه الموارد اللي محتاجينها، الجدول الزمني بتاعنا، ونرسم صورة كاملة للمشوار من أوله لآخره. وآخر حاجة تسلسل الخطوات، وده بقى فن ترتيب المهام دي بالترتيب الصح عشان نضمن إننا بنتقدم على طول وما نقعش في مشاكل. تمام، طيب إزاي ممكن نطبق كل الكلام ده على الفكرة الجامدة اللي في دماغنا ومستنية اللحظة الصح عشان تطلع للنور؟ ودي أهم رسالة لازم توصل للكل. الحاجز اللي كنا فاكرينه موجود بين صاحب الفكرة وبين اللي بينفذها، الحاجز ده اتكسر خلاص. ما بقاش لازم يكون عندك خبرة تقنية رهيبة عشان تبدأ، كل اللي محتاجه هو الرغبة إنك تمشي على نظام واضح. يعني الخلاصة إيه؟ النجاح في التنفيذ السريع بيعتمد كله على إننا نلاقي ونمشي على خطوات منظمة. الطريق اللي بنختاره هو اللي بيحدد سرعتنا وقوتنا، مش مهم قوي بدأنا منين. وخلونا نختم بالسؤال ده، سؤال بيبص للمستقبل. السؤال دلوقتي ما بقاش هل عندي الموهبة الكافية؟ لأ، السؤال بقى هل أنا مستعد أطبق المنهجية الصح؟ الفكرة مستنية، ودلوقتي الطريق عشان تتنفذ بقى أوضح من أي وقت فات. يلا نبدأ النهاردة.